صباح الفل عليكم لو كنتوا بالنهار، ومساء الفل عليكم لو كنتوا بالليل. ناس كتير الفترة اللي فاتت كانت بتسألني وبتقول لي ايه الفرق ما بين القهوة المفلترة والنسكافيه، خصوصا ان الاتنين تقريبا نفس القوام. الناس بتشوف ان دي قهوة سايلة خفيفة، قوامها خفيف ولونها نفس لون النسكافيه، بنفس القوام بنفس كل حاجة. ايه الفرق بين الاتنين؟ خصوصا بقى ان احنا الفترة اللي فاتت اتكلمنا كتير عن القهوة المفلترة. كل شوية نقول قهوة مفلترة او الفي 60 او الكيمكس او الايروبريس. فالناس حابة تسأل السؤال ده: ايه الفرق بين الاتنين؟ وهل في فرق اصلا ولا لا؟ بكل بساطة النسكافيه هو عبارة عن قهوة سريعة التحضير سريعة الذوبان، بمعنى انها اول ما بحط عليها المية بتدوب، زي بالظبط لما تحط سكر على مية. السكر بيدوب، ما بيبقاش ليه اي شوائب او اي بواقي. نفس الفكرة في النسكافيه، سريعة الذوبان، اول ما احط عليها المية بتدوب، ما بيبانش ليها اي تفل او اي بواقي او اي حاجة. وبتبقى سريعة التحضير لانها مجرد بتحتاج مية سخنة عليها وخلاص بتقلب، بقى عندك قهوة سريعة التحضير موجودة ممكن تشربها في اي وقت. لكن القهوة المفلترة بتختلف شوية. هي حتى من اسمها قهوة مفلترة، يعني بتحتاج فلتر. الفلتر ده ممكن يكون ورق، ممكن يكون معدن، ممكن يكون قماش، ممكن يكون تيل، ممكن يكون أي حاجة. بتبقى فكرتها إن أنت بتعمل الفلترة دي للقهوة عن طريق عدد صبات مية سخنة عليها بشكل معين، وعن طريق الفلتر ده المية بينزل منها المواد القابلة للذوبان، وبتنزل في الكوباية أو الدورق اللي أنت بتفلتر فيه القهوة. طبعا احنا عارفين ان النسكافيه ليه مساوئ كتير واضرار كتير، على عكس القهوه المفلتره تماما. فالناس اللي تحب تشرب القهوه وتستفيد بيها باقل نسبه اضرار، لا، يجربوا القهوه المفلتره احسن، احسن من النسكافيه بكتير. الناس هتقول: طب احنا ما عندناش وقت ان احنا مثلا نفلتر قهوه ونصب وبتاع والروقان والعالم اللي انتوا عايشين فيه ده. طيب بكل بساطه ممكن تجيب مكنه قهوه امريكان، اللي هي بتعمل قهوه مفلتره بشكل اوتوماتيك. مجرد بتحط فيها البن، تحط فيها الميه، هي بتعمل لك بقى كل الترشيح والفلتره وكل الكلام ده. كنت عملت قبل كده فيديو عن مكنة تورنيدو، كانت من الماكينات اللي سعرها كويس وسهلة في الاستخدام، وفي نفس الوقت بتعمل قهوة كويسة. وأتمنى أكون فرقت لكم ما بين القهوة المفلترة والنسكافيه في الفيديو ده بشكل بسيط وسريع. مع السلامة.